يا صباح الصباح واللي جاي اجمل من اللي راح مع صباح في الريف المصري بتاعنا الجميل الحلو. الشمس ضاربه في وشي. اقول لكم ايه؟ بس الجمال بيتكلم لوحده. النهارده الفيديو بتاعنا من قلب الريف المصري حلو قوي. لو بتحب المحتوى ده حط لايك وشير عشان نوصل للغير. هنعمل اكله حلوه كده على الكانون وقعده جميله وظريفه. تعالوا شوفوا قعدتنا شكلها ايه في الريف المصري الجميل مع صباح. اعملوا لايك وشير عشان نوصل للغير. واقول لكم يا صباح الجمال كله من اراضي الفلاحين المصريه اللي بجد السجاده الخضراء. اللهم ديمها نعمه علينا يا رب. الله على جو الريف وجماله والقعده الحلوه اللي يقعدها يا هنياله. بجد والله يا جماعه القعده جميله. جبنا بقى بطاطس فرم وجبنا معانا زيت وطاسه. والكانون ده جميل يا جماعه، الاكل بتاعه تحفه بأمانة. ليه طعم ومذاق خاص خالص يعني. بطاطس بقى جاهزة. انتوا عارفين طبعا البطاطس غالية دلوقتي، فدي بتبقى أحسن وأوفر. بتاخد ما بتاخدش وقت كتير. حطينا الزيت سخن، حطينا بطاطس. احنا طبعا جايبين أكل كده خفيف واحنا قاعدين لقمة كده عشان معانا أطفال طبعا. محلاها بقى لما نعمل أكل صح بقى هنا كمان على الكانون يا جماله. ولو كان في فرن في الحتة دي كنت عملت لكم كمان حاجات تانية. ان شاء الله باذن الله هنحاول نعمل حاجه كده ونظبطها باذن الله. طبعا هنا بقى زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت. هنا حمرنا البطاطس والانسه ناني هي اللي كانت بتعمل وانا بصورها. بتطلع البطاطس طبعا. الكل لازم يعمل كده ويمد ايده وكل واحد يعمل حاجه. وبتبقى قاعده ولمه جميله كده وفيها نفوس طيبه ونفوس حلوه. اهم حاجه النفوس يا جماعه. لو احنا القعدة فيها نفوس مش كويسة والله ما هيبقى فيها بركة. هنا شايفين بقى ام خالد بقى كانت زرعة، كانت ساقية البرسيم وبعدين هبلغ فيها. بعد ما سقيت البرسيم فتحنا السد عشان ننزل المية اللي في المية اللي نازلة من البرسيم بتصفيه تاني. بقى يعني بعد ما روته بتصفيه. بسم الله ما شاء الله يروي فدان. هي اللي عاملة المية مهدرة في المية. ام خالد لو سمعتني دلوقتي. هنا بقى انا كنت جايبه عيش كريب. والعيش الكريب يا جماعه شالوه في الفريزر متني، وده ما ينفعش لازم يتشال مفرود فتكسر، لان هو طبعا بيبقى طري كده ولازم يتفرد بقى يتشال مفرود. طبعا بقى هنا الكريب انا كنت عامله فراخ بالخلطه معينه. وايد نرمين دي ولا ايد ملك مش عارفه. وبعدين حطيت الفراخ عاملاها بالخلطه بتاعتها وحطيت عليها بطاطس وجبنه موتزاريلا. وبعدين بقى طبقت العيش كده زي ما انتم شايفين. انا بوريهولكم اهو مليان ماشي. البطاطس بالموتزاريلا بالفراخ اللي هي الفراخ بالخلطه حلوه قوي بتاعت خلطه الكريب. وجايبين بقى انا معانا الكاتشب وهيتبقى بطاطس برضو. وكان في بطاطس كتير جدا ماشي جميله حلوه قوي. وانتوا عارفين بقى الخضار. شايفين انا بقى بدوق الكريب السندوتش تحفة. جميل جميل حاجة زي كده. بصوا الكريب كده سريع، مش يعني معمول مرسوم قوي زي ما احنا بنعمله في البيت. احنا عاملينه كبير شوية عشان مفروض كده عشان يستوي بسرعة. وفي منه كان مكسر عملناه سندوتشات. وشوينا فلفل وطماطم. وكان فيه بقى خضار ومخللات وطبعا الخلطة بتاعت الفراخ كتير. غرفنا منها برضو اللي عايز يغمس. وشوينا طماطم وفلفل. وكانت قعدة جميلة وحلوة قوي وبساطة. ودي كانت قعدتنا البسيطة الجميلة الحلوة اللي بجد والله لو لقمة بعيش وملح بس نبقى قاعدين كلنا مبسوطين وراضيين. احلى حاجه في الدنيا وفي الجو الجميل ده. وحطينا طبعا ورانا بقى البراد بتاع الشاي. وكانت الارض خلاص قربت ان هي تصفي اللي فيها خالص. وحطينا بقى شايفين الصينيه مليانه الفطاير اللي هو اللي انا عاملاها. وبطاطس. وكمان خلطه الفراخ ومخلل. وطماطم مشويه وفلفل مشوي. وخضروات من الغيط وعيش بتاع ام خالد. وكانت قاعده جميله حلوه قوي بجد يا جماعه. الله يديمها علينا نعمه. شايفين بقى كنت جبت لكم بقى المغرب كان خلاص يعني الحاجات دي. الوقت كان قصير قوي يعني عشان احنا طبعا في الشتاء. زي ما انتم شايفين كده كان الجو بدأ يضلم. الشمس كانت بتروح اوريكم الشمس وهي ماشيه خلاص كده كانت روحت بقى. وطبعا انا كنت عامله لهم بقى شويه كده اطباق حلويات جميله قوي كاستر. عاملاه وجايباه معايا. الدنيا ساقعه تنه زي ما هو. وكنا جايبين قصب معانا واحنا جايين شايفين. انا عماله اكل قصب وعماله اكل كاستر الاتنين يعني بسم الله ما شاء الله. مش عارفه اكل ايه ولا ايه.
قعدنا بقى شربوا الشاي، وبعدين بقى ايه فرقت بقى عليهم بقى الكاستر كده والقصب بقى، بسم الله ما شاء الله، وخدنا قصب معانا كمان، وكانت قعدة جميلة. واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير لو وصلتوا معايا لحد هنا. اشكركم على حسن المتابعة، ويا ريت تقولوا لي رأيكم ايه في الفيديوهات دي، عشان اعمل لكم كتير جدا من الفلاحين. حلوة ولا مش حلوة؟ هي حلوة طبعا، اللي مش هيقول مش حلوة ده مش هسمع كلامه. اشوفكم على خير.